في البداية يا ريت تصلي على النبي، ولو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل افلامنا الجديدة. بيبدأ فيلمنا في رومانيا مع واحدة ماشية في الشارع، وفجأة السما بتغيم فبتخاف جدا لما بتسمع صوت الطوارئ. في اللحظة دي السما بتمطر عليها مادة غريبة ولونها اسود، ولما بترجع البنت للبيت المادة دي بتأثر عليها جدا وبتتحول البنت لزومبي، وطبعا بيكون شكلها مرعب جدا. وفي نفس الوقت بنشوف العدوى وهي بتنتشر في المدينة كلها، واللي بيتبقى من البشر الزومبي بيهجموا عليه وبياكلوه. وبعد فترة بنشوف جوش قائد الجيش الامريكي والمساعد بتاعه كارتر وهما بيتكلموا مع بعض، وبيعرض عليه كارتر ملفات لاشخاص كانوا في السجن في الجيش، ودول متدربين على اعلى مستوى من القتال، ومن ضمنهم شخص كان اسمه جاك كان بيخدم في العراق. وبيخططوا انهم يبعتوا فريق قوي جدا لرومانيا علشان يزرعوا قنبلة جنب مفاعل نووي هناك ويدمروا المدينة كلها بالزومبي اللي فيها. وقتها بيستغرب جوش ايه اللي هيخلي جاك يوافق ينفذ لهم المهمة، فبيعرفوا كارتر ان جاك محكوم عليه بالسجن المؤبد، وبالتالي هيقدر يعمل اي حاجة مقابل حريته. وبيعرض كارتر كمان عليه ملف العضو التاني اللي في الفريق، وده بيبقى خبير في صنع القنابل واسمه جون. وبعدها بيوري له صورة قناص اسمه ترايجل، وبيفهمه انه محترف جدا لدرجة ان هو خلص على 300 شخص وهو في نفس المكان ما اتحركش. وبيوري له ملف بنت كمان اسمها ايدل، وبيقول له انها مدربة فنون قتالية وخبيرة في استخدام السيوف. وطبعا جوش بيعجب جدا بالفريق، بس بيبقى مستغرب السبب اللي هيخليهم يعرضوا نفسهم للخطر ويعملوا مهمة صعبة زي دي. فبيعرفوا كارتر انهم ممكن يعملوا اي حاجة في مقابل الفلوس، وبيقرر جوش ان هيدي لكل شخص فيهم 2 مليون دولار. وفي تاني يوم بيتجمع الفريق كله، وبيشرح لهم كارتر المهمة وبيعرفهم انه هيوصلهم بنفسه للمدينة، وانه هيستناهم على الحدود علشان يرجعهم امريكا. وبيقول لهم انتوا لازم تمشوا من المدينة في خلال ساعة واحدة بس من زراعة القنبلة، وبيفهمهم انهم لو اتأخروا المدينة هتنفجر بيهم. وبعدها بيحط كارتر نص الفلوس في حسابات الاعضاء بتاعة الفريق، وبيفهمهم ان هيديهم باقي المبلغ لما ينجحوا في تنفيذ المهمة. وبيروح وبيتكلم مع جاك على انفراد، وبيفهمه ان الانفجار ده لازم يبان انه حادثة علشان منظمات حقوق الانسان ما تصدعهمش والدول التانية ما تقدرش تتهمهم بحاجة. وبنعرف ان جاك عنده بنت اسمها كريستين، وان كارتر بيكون محتجزها لحد ما ينفذ المهمة. وبيوعدوا كارتر كمان ان لو نجح وفجر المدينة هيديله بنته، وكمان هيمسح كل سجلاته الاجرامية اللي في الشرطة. وبعدها بيتحرك الفريق بالكامل، وشوية وبيوصلوا لمكان المفاعل النووي، وبيشوف جون مفتاح في ايد موظف المفاعل وبيدخل بيه، وبيبدأ يجهز القنبلة علشان يزرعها. لكنه بيتصدم لما بيلاقي القنبلة متوصلة بالعربية بتاعتهم، فبيتأكد ان كارتر كان عايز يغدر بيهم ويفجرهم مع القنبلة علشان ما يعترفوش على الجيش الامريكي انهم موتوا الزومبي بدل ما يعالجوهم. وقتها بقى بيطلب منه جاك انه يدور على عربية تانية علشان يهربوا بيها من المكان. في اللحظة دي بيشوف ترايجن مجموعة زومبي بيقربوا على المكان، فبيحذر الفريق وبيبدأ يصيب فيهم. واثناء ما ترايجن بيخلص على الزومبي بيظهر ورا واحد وبيعضه، فبيستخدم ترايجن مسدسه وبيبدأ يخلص عليه. في نفس الوقت بيصنع جون فخ وبيقدر يخلص على اخر 2 من الزومبي. وبعدها بيظهر ترايجن وهو مصاب في رقبته وبيكون باين عليه تأثير العدوى، فبيطلب من فريقه يخلصوا عليه قبل ما يتحول لزومبي. فبيروح له جون وبيطلع مسدسه وبيموته، وبيزعل عليه جدا بسبب انهم صحاب من زمان. في اللحظة دي بيقرر جون انه ينتقم من كارتر ويخلص عليه. بعدها بيتحرك الفريق وبيبدأوا يدوروا على مخرج من المدينة قبل ما تتدمر. وفي الوقت ده بيشوفهم كارتر عن طريق القمر الصناعي وبيتأكد انهم كشفوه، فبيطلب من الجنود انهم يجهزوا الطيارة علشان يمشوا من المكان. فبيتصدم لما بيعرفوا جندي ان في عطل حصل في الطيارة، فبيتعصب كارتر وبيطلب منه يصلح الطيارة في اقرب وقت ممكن. بعد شوية بيلاقي جاك عربية فبياخدها وبيحاول يهرب، وفي الطريق بتظهر مجموعة زومبي قدامهم، فبيستخدم الفريق اسلحتهم وبيفضلوا يصيبوا فيهم لحد ما بيخلصوا تماما عليهم. وبيكملوا طريقهم وبيتضايقوا جدا لما بيلاقوا ان الذخيرة اللي معاهم خلصت. ساعتها بتيجي فكرة لجاك وبيروح لمركز شرطة يمكن يلاقوا فيه شوية اسلحة وذخيرة. وفجأة بيسمع جون صوت زومبي بيتحرك في المكان، ولما بيوصل جاك لخزنة الاسلحة بيشوف زومبي وهو بيحاول يتحرك ناحية الزنزانة، فبيروح له وبيخلص عليه. لكنه بيتصدم لما بيلاقي ان في واحدة محبوسة هناك، فبيسألها عن نفسها فبتعرفوا ان اسمها سامانتا، وان ابوها يبقى الدكتور نيومان خبير السموم. في اللحظة دي بيتعصب جاك جدا لانه شاكك ان نيومان ابوها هو السبب في انتشار العدوى، لانه كان بيشتغل زمان مع الجيش الامريكي. لكنه بيحس ان سامانتا طيبة جدا وملهاش ذنب في كل اللي حصل، فبيخرجها من الزنزانة. وبعد ما بياخد الفريق اسلحة وذخيرة بيروحوا علشان يهربوا بسرعة، لكنهم بيتفاجئوا بعدد كبير جدا من الزومبي موجودين قدام مركز الشرطة، فبيطلعوا لسطح المبنى وبيفضلوا يضربوا عليهم نار. وبعدها بيتكلم جاك مع سامانتا وبيعرفها على نفسه، وبيفهمها ان الجيش الامريكي قرر يفجر المدينة بالزومبي اللي فيها كلهم علشان يوقفوا انتشار الفيروس. وفي اللحظة دي بتعرفوا سامانتا ان نيومان ابوها كان قائد العدو
العملية، وبتحكي له انه كان عاوز يصنع تركيبة معينة للجيش بس التركيبة دي فشلت وتحولت للأسف لسم بيربي في جسم الإنسان بكتيريا خطيرة جدا. وبتقول له ان كارتر لما عرف قرر يستخدمها في حروبه مع الدول. وقتها حاول ابوها نيومان انه يمنعه لان تأثير الفيروس ده خطير جدا وبالتأكيد هيوصل لهم وهيدمر البشرية، بس كارتر هدده انه لو ما صنعلوش سلاح من الفيروس هيقضي على بنته سامانتا. ساعتها اتصل نيومان على سامانتا وقال لها انه مش هيسمح باتمام الموضوع لان كده هيدمر البشرية وهيستغل ابحاثه في الشر، فطلب منها تسافر لمكان بعيد علشان كارتر ما يقدرش يوصل لها. بعدها راح علشان يهرب من المكان بس شافه جندي وصابه بطلقة، وفي اللحظة دي بتخرج طلقة بالغلط من سلاح نيومان وبتسيب بالغلط انابيب غاز وبينفجر المختبر كله. وبتقول سامانتا لجاك ان نيومان حقنها بتركيبة معينة والتركيبة دي بتحميها من عدوى الزومبي، وساعتها بتكون فاكرة ان ابوها نيومان لسه عايش، وبتطلب من جاك ان يدور على ابوها معاها علشان يصنع علاج وينقذ البشرية. بس سامانتا بتتصدم لما بيعرفها جاك ان ابوها مات وبتزعل عليه جدا. وفي الوقت ده بيقدر جون انه يخدع الزومبي ويستخدم قنبلة وبيفجرهم، فبيخرج الفريق وبياخدوا العربية وبيهربوا. وبعد شوية بيوصلوا للحدود وبيكون المكان متحوط بأسوار، فبيزرع جون قنبلة علشان يفجروا جزء من السور ويقدروا يعدوا منه. وفجأة بيهجم عليهم مجموعة كبيرة جدا من الزومبي، فبيستخدم جاك مسدسه وبيفضل يصيب فيهم، بس عددهم للأسف بيكون كبير وبيضطر يهربوا من المكان. وأول ما بيركبوا العربية علشان يهربوا بتنفجر القنبلة وبيفقد جاك الوعي. ساعتها بيفتكر جاك لما كان في الجيش، وقتها بيشوف صحابه محتجزين بنته وعمالين يعتدوا عليها، فبيتعصب جدا وفضل يضرب عليهم نار لحد ما ماتوا. وبنكتشف ان ده السبب اللي خلى كارتر يحكم عليه بمؤبد. وفي الوقت ده بيفوق جاك وبياخد الفريق علشان يمشوا من المكان، وبعد شوية بيوصلوا لمحطة بنزين، وفجأة بتظهر مجموعة تانية من الزومبي بس بيتصدموا لما بيعرفوا ان الذخيرة اللي معاهم خلصت. وفي اللحظة دي بيوصل شخص اسمه داج للمكان، فبياخد الفريق وبيخبيه بسرعة في مستودع، وبعدها بيبدأ يعرفهم على نفسه وبيفهمهم انه جندي روماني سابق وكان في اجازة. وتفاجئ ساعتها بالزومبي موجودين في كل مكان. بعدها بيبدأ يعرفهم على مراته لارا وبيفهمهم انها فقدت النطق بعد ما شافت اخوها وهو بيخلص على عيلتها كلها بالمطرقة، وده بعد ما تحولوا كلهم للزومبي. وفي اللحظة دي بيعرفوا جاك انهم لازم يهربوا من المكان، وبيفهموا ان في قنبلة هتنفجر في المفاعل النووي والمدينة كلها هتتدمر. بس داش بيقول لهم ان خروجهم من المدينة دلوقتي شيء مستحيل لان الوقت المتبقي على انفجار القنبلة اقل من الوقت اللي هيوصلوا فيه للحدود. فبيفقد الفريق الامل انهم يهربوا وبيحس باليأس جدا وبيستسلموا بالموت. وفي الوقت ده بتتكلم سامانتا معاهم وبتعرفهم انهم لو ماتوا في المدينة هيبقى كده كارتر حقق اللي هو عاوزه، وبتفهمهم انهم لازم يخلصوا عليه ويعرفوا العالم كله بالجرائم اللي اتسبب فيها. وبتقول لهم ان المطار قريب جدا منهم واحتمال هناك يلاقوا طيارة، وبتطلب منهم انهم يتحركوا على المطار بسرعة. وفي اللحظة دي بيهجم زومبي على لارا وبيخلص عليها، فبتروح له إيدل وبتطعنه بسيفها وبتموته. وقتها بتاخد لارا مسدس وبتنهي حياتها قبل ما تأذي داش. بعد شوية بيروح جون وإيدل وبيفضلوا ينادوا على الزومبي علشان يبعدوهم عن العربية بتاعتهم وداج وجاك ياخدوها، بس للأسف بيهجم زومبي على جون وبيبدأوا يعضوه، وقبل ما يموت بيرمي ولاعة على البنزينة وبيفجر المكان كله بالزومبي اللي فيه. وبيخمن جاك ان إيدل ماتت معاه لانها كانت قريبة منه، فبيزعل عليهم جدا وبيمشي من المكان. بعدها بيوصل للمطار وبيتفاجئ ان طيارة كارتر لسه موجودة في المكان، فبيروح بسرعة علشان يخلص عليه. بس كارتر بيظهر قدامه وبيكون معاه كريستين بنته. ساعتها بيفهمه جاك ان ينفذ كل اوامره وبيطلب منه يديله بنته، ولكن كارتر بيرفض وبيقول انه ممكن يبدل بنته في مقابل سامانتا. ساعتها بتستغرب سامانتا جدا من كلامه، فبيفهمها كارتر ان التركيبة اللي نيومان حقنها في جسمها هي العلاج الوحيد للعدوى، وان بدمها دلوقتي ممكن ينقذوا البشرية، علشان كده هو عاوز يحتجزها علشان ما تنقذش العالم وتدمر كل مخططاته. فبتوافق سامانتا فعلا انها تروح معاه، وده علشان كريستين بنت جاك ترجع له من تاني. وفجأة ساعتها بيظهر زومبي قوي جدا، وبنعرف ان ده اول شخص اتصاب بالعدوى والبكتيريا اتطورت جدا في جسمه لدرجة ان الجنود لما بيتضربوا عليه نار جسمه بيأثرش فيه وبيموتهم وبيخلص عليهم. وفي الوقت ده بيحاول كارتر انه يسيبه بطلقة، بس الزومبي بيكسر رقبته وبيخلص عليه، فبتهرب سامانتا من المكان وبيطاردها الزومبي. فبيروح جاك بسرعة علشان يدافع عنها، بس الزومبي بيكون قوي جدا وبيمسكه من رقبته وبيحاول يخنقه. وساعتها بتظهر إيدل اللي بتكون لسه عايشة وبتضربه بسيفها، وبيروح داج لطيارة كارتر وبيلاقي فيها سلاح RPG، فبيستخدمه وبيفجر الزومبي
وبيفرحوا كلهم انه مات، وبعدها بيركبوا الطيارة وبيمشوا بسرعة من المكان. وفي اللحظة دي بتنفجر القنبلة في المفاعل وبتدمر المدينة كلها. وبعد فترة بنشوف مجموعة شباب بينزلوا الحمام سباحة وبيتحولوا لزومبي، وبنعرف ان العدوى خلاص انتشرت في كل البحار وانظمة المياه اللي في المدن، وان اعداد الزومبي زادت اكتر من الاول باضعاف كتير. وبكده يكون خلص فيلمنا. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل افلامنا الجديدة. انا باسل عمر، سلام.